السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام أهلاوي. الحلقة اتأخرت شوية، كنت مستني أعرف قرارات لجنة التظلمات عشان ما نعملش القصة دي في حلقة لوحدها يعني. قلت نجمع كل الأحداث اللي فاتت مع إن شاء الله توقعات ماتش سان داونز وبطولة أفريقيا. وخلينا نبدأ على طول. أول حاجة طبعا هنتكلم عليها ماتش الأهلي وسان داونز يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 7 في استاد القاهرة. ان شاء الله انا هبقى متواجد هناك. تابعوا اليوم ده، انا هنزل لكم فيديوهات من اول اليوم وانا رايح الاستاد، فيديوهات من الاستاد. طبعا هتنزل بعد المباراة، مش هنزل حاجة في وقت المباراة. كل الناس بتقول يا رب. ماتش صعب مش سهل، بس عندنا الجماهير، وزي ما قلت قبل كده ما ننزلش بس مطمنين. ده اللي احنا محتاجين نعمله، وان شاء الله احنا الطرف الاول في الفاينل. الناحية التانية عندنا اورلاندو بايرتس وبيراميدز. ماتش برضو في القاهرة. الماتش هيبقى الساعة 9، يعني غالبا هيبدأ بعد ماتش الأهلي على طول. هنتابعه مع بعض، وزي ما قلت قبل كده إن شاء الله إن شاء الله الأهلي يعدي، وبإذن الله نقابل بيراميدز في النهائي مش أورلاندو بايرتس. حد يقول لي يا جدع ده أورلاندو بايرتس هيبقى ماتش أهون، لا ما عندكش ضغوطات. لا، أنت محتاج الضغوطات، أنت محتاج الضغوطات. بيراميدز ما كسبناهوش في الدوري، ماتشين تعادل، واحد حالتنا ما كانتش كويسة، التاني حالتنا كانت كويسة. دي فرصتك تسكت بقى ناس كتير على قصة ان بيراميدز وعدى وهو وامكانياته بقى زيه زي الاهلي والكلام ده كله. نقفل بقى القصص دي خالص، ولو خسرنا خلاص هنتحمل ده. طبعا انا بسبق احداث تاني ان شاء الله، بس نعدي ماتش سان داونز ولينا كلام، وبيراميدز يعدي من اورلاندو، وبعدين لينا كلام على ماتش الاهلي وبيراميدز ذهابا وعودة في القاهرة في نهائي ابطال افريقيا. طيب، تالت حاجة او يعني تاني حاجة عايز اتكلم عليها، ايقاف قيد نادي الزمالك. وده خبر بقينا بنسمعه يعني في الموسم مرتين ثلاثة. وكابتن خالد الغندور لما رديت على حضرتك قبل كده في حلقة فاتت، لما حضرتك كنت بتتكلم على صفقة زيزو قد ايه هتعمل مشاكل والاهلي هيبقى فيه مشاكل والقصص دي، ساعتها رديت على حضرتك قلت لك ركزوا بس في مشاكلكم انتوا. مشاكلكم ابتدت من قصة الونش، وانه رفض يجدد في الفلوس، وطلع بقى ساعتها الاقاويل ان اصل الونش راح للاهلي واضطريت تزود فلوسه عشان تعرف تقعده والكلام ده كله. ويعني ما اعتقدش ان الزملكاويه نفسهم كانوا شايفين ان الونش يدفع فيه فلوس دي، مش عشان هو لعيب وحش ولا حاجه، بس يعني خلاص، يعني مش الفلوس دي اللي تدفع في الونش. وصلنا تاني لقصه عبد الله السعيد اهو، تمام، وتاني قصص تسريب برضو مطالب اللعيبه اللي برضو بتخرج من نادي الزمالك. محدش بيجتهد في القصص دي خالص، محدش بيتعب عشان انتوا تطلعوا اخبار. ما شاء الله عندكم الاخبار بتتسرب لوحدها. وتاني عبد الله السعيد الاخبار طلع ان هو متضايق ان القصص دي اتسربت تاني، نفس الغلطات تاني بتاعت زيزو بتتعمل. تقول لي ايه يعني هتخطفوه؟ لا يا باشا، احنا ما نخطفش عبد الله السعيد، ما كان عندنا خلاص وقت وعدى، ما بنبصش ورا احنا تاني. وعندك في رمضان صبحي امثله. المضحك في الامر بقى ان اصلا سبب وقف قيد نادي الزمالك، واكيد ده يعني ما احنا فاهمينه، ان هو بسبب مستحقات مؤخره للعيبه. ناس قالت لك ده اسمه ايه، باتشيكو، وناس قالت لك لا ده مش عارفه مين لعيب مين اللي كان موجود. انا ما عنديش خبر اكيد فمش هفتي في القصص دي، بس هو الاكيد بسبب مستحقات متاخره. ويحضرنا هنا كلام كابتن ميدو وهو بيقول لك انا معايا شيكات مفتوحه. يا كابتن ميدو، سددوا بس مستحقات اللعيبه عشان الشيكات بس دي تفضل مفتوحه. والله يا جماعه اصل يعني بتطلعوا تقولوا كلام بيتحسب عليكم، بترجعوا تقولوا اصل الناس بتغلط ومش عارفه ايه وبيتريقوا ومش بيتريقوا. وما تشوفوا يا جماعه الناس اللي عندكم بتطلع تقول ايه. البس بقى بالشيكات المفتوحه. نيجي بعد كده بقى لقرار لجنه التظلمات، وده اصلا انا كنت مستني عليه الحلقه، وحصل اللي كان متوقع يعني ان هم هيأجلوه ل 8 مايو. طبعا انا ما عنديش اسباب لده خالص، ما اعرفش هل في ورق زياده اتضاف. اللي انا فاهمه برضو من الاخبار ان هم لجنه التظلمات طلبت ان ما يتمش تداول اي معلومات في الاعلام لحد ما اللجنه هي اللي تطلع الكلام بنفسها. فلحد دلوقتي احنا ما نعرفش ايه الاسباب. هل ده كويس وحش؟ احنا شايفين بقى من الصبح جماهير الزمالك والبوستات اللي بتنزل في الاساءه طبعا ست المستشار محمد عبده صالح الوحش، ان شوفوا بقى ده والده مش عارفه كان مين في النادي الاهلي و... ولسه هنشوف مسخره، وانت راجل مش عادل وبتأجل، وادي الفضيحة ومش الفضيحة ولازم نقف. الراجل ما عملش حاجة، ان هو صحي الصبح لقى نفسه بيتشتم على السوشيال ميديا، وده الطبيعي يعني، ده الطبيعي من الجماهير.
ومش هقول جماهير نادي الزمالك لان دول مش جماهير نادي الزمالك، انا اعرف ناس كتير جدا زملكاويه ونادي جماهير نادي الزمالك ما طلعش منها الكلام اللي بيطلع ده. حد يطلع يقول لي يعني هو انتوا لو القرار كان طلع ضدكم كانت الجماهير عندك مش هتشتم؟ لا يا سيدي كانت هتشتم، بس زي ما بقول هنا في فئه بتعمل كده ففي فئه بتعمل كده. بس انا الفئه اللي عندي اللي بتعمل كده انا مش ببروزها، لكن انت الفئه اللي عندك دي انت مبروزها، عامل ان هم دول الجماهير، الجماهير اللي بتحب الاساءه، الجماهير اللي بتحب الشتيمه. ولينا بقى امثله كتير قوي، يعني ابسطهم لو هنجيب قصه شيكابالا يعني اسطوره الزمالك اتعمل اسطوره الزمالك عشان كان بيعمل حاجه واحده بس، ان هو بيهين جماهير النادي الاهلي وبيهين النادي الاهلي وبيهين لعيبه النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي، عشان كده كان اسطوره. فانا ما ببرزش، انت اللي بتبرز. فما تقوليش اصل يعني هو لو قرار طلع ضدك انت ما كنتش هتعترض، لا كنت هعترض. بس الراجل حتى ما طلعش قرارات، انت بتشتمه من قبل. انا في وجهه نظري التاجيل ده في صالحنا. عندك ماتش لو كان القرار طلع النهارده سواء بقى بالست نقاط وعدم اعاده المباراه دي كانت هتبقى حاله احباط شويه، كله بقى مستني الكلام ده. وانا قلت لكم بصراحه الكلام ده قبل كده، انا من وجهه نظري بالترتيب، يا اما العقوبات الجديده هي اللي هيتوافق عليها اللي هم خصم 3 نقاط المباراه بس. تاني حاجه ان الثلاثه اللي اتشالوا هيرجعوا تاني. اخر حاجه ممكن اللجنه التظلمات تلجا لها هي اعاده المباراه. دي في وجهه نظري الشخصيه، ممكن ابقى خطا بس يعني المؤشرات كلها بتقول كده، وابقى كداب لو قلت لك عكس كده. حاجه بقى يعني شغلت الاعلام الرياضي كله يمكن الاسبوع اللي فات، تصريحات بقى مش عارفه نيره الاحمر اعتقد يعني لو ما غلطتش في اسمها، تصريحات مش عارفه مين مع ابراهيم فايق، مين مش عارفه مع هاني حتحوت، الكلام ده كله انا مش مهتم اذكر اسامي، قلت لكم قبل كده انا ما بهتمش ذكر الاسامي، اللي عايز يتاكد من المعلومات دي يروح يشوفها، والناس كلها بتذكر القصص دي، يعني انا اصلا مش مهتم قوي احكي لكم الكلام اللي اتقال، انا بس محتاج اعلق على النقطه دي بتاع ان النادي الاهلي بيفضي نادي الزمالك، وان انتوا الفلوس دي جايبينها منين ومش جايبينها منين ومش عارف ايه. طيب تعالى نفترض يا سيدي احنا حراميه واحنا بنفضيك. حلو، كابتن سيد عبد الحفيظ رد قال لك ايه؟ يا عم انا جامد. لو انت فعلا مقتنع بده يبقى خلاص يا سيدي انا جامد. وعلى فكره كابتن سيد عبد الحفيظ لما قالها في الحلقه ساعتها مع احمد عفيفي قالها بصيغه معينه، قالها لو انت على طول هتفضل حاططني في دماغك ان انت، يعني ما قالش الجمله ما اتقالتش كده بالظبط بس يعني بما معناه ان طالما انت حاططني في دماغك وشايفني ان انا على طول سبب وقعانك وان انا اللي على طول ظالمك وان انا اللي محتكر الكوره وان انا كل حاجه، يا سيدي خلاص دي حاجه في دماغك انت، فيا سيدي انا جامد خلاص. انا بقى مش هقعد اعالج مشاكل في دماغك. بفضيك ايه يا باشا؟ بن شرقي انتوا اللي ما عرفتوش ترجعوه، وكان قاب قوسين ان هو يرجع لكم. رجعتوه؟ لا اختلفتوا مش عارف على $100,000 ولا ايه الكلام اللي طلع ساعه لما الاهلي اتعاقد مع بن شرقي، وهو ده اللي وقف صفقه بن شرقي ان هو يرجع الزمالك. دي مشكلتنا احنا؟ دي مشكله النادي الاهلي؟ ما هو كان عندك اهو ترجعه. النادي الاهلي ساعتها حتى ما كانش بيتفاوض. امام عاشور، امام عاشور اللي ناس اعلاميين من الزمالك طلعوا قالوا ده بات قدام النادي عشان نرجعه واحنا اللي مرضناش. يبقى يعني مش فاهم. طب هو كان المفروض يعمل ايه اكتر من كده؟ ان هو اتحايل عليك ترجعه وانت اللي رفضت. وامام عاشور نفسه قال الكلام ده، انا اول ما رجعت رحت النادي الزمالك وانتوا اللي قلتوا له لا خلاص مش عايزين. او بعد كده بقى لما رجع الكلام اتقال اصل انتوا كنتوا ضامنين ان هو مش هيلاقي حد تاني ياخده. لما راح بقى الاهلي طلعتوا انتوا الاهلي وبيخطف لعيبه الزمالك، واصل مش عارفه النادي اللي امام عاشور راحه ده طلع كوبري ومش طلع كوبري، والنادي الاهلي هو اللي عمل الخطه دي من الاول، وهو النادي الاهلي اللي عمل الخطه دي من الاول. لما امام عاشور رجع وطلب يرجع لكم ده كان جزء من خطه النادي الاهلي، ورفضكم وتعقلكم ان هو يرجع ده كان من فعل النادي الاهلي. زيزو اللي انتوا نفسكم طلعتوا برضو اعلام الزمالك طلع قال زيزو بيعرض نفسه على النادي الاهلي بقاله تجديدين مع الزمالك، والنادي الاهلي رفض المرتين، وانت مقعده وراضي وعارف ان هو كان رايح النادي الاهلي. اهو الناس من عندكم اللي قالت الكلام ده بقى اهو، يعني مش من عندنا احنا بس، وانت كنت عارف ان هو بيعمل كده وقعدته. بتحاسبني انا ان انا مع تالت مره قلت بقى لا خلاص انا عايزه. بس دي ما انا عايزه، ما انت مش عارف تجدد له. فيا سيدي انا بفضيك، ولو انت فعلا شايف النادي الاهلي بيجيب فلوس دي منين على اساس يعني ان احنا في دوله سايبه، فالنادي الاهلي بقى بيسرق فلوس الدوله وبيجيب بيها لعيبه وبيعمل بيها مشاريع، والدقايق ولا دي نايمه وانت بقى اللي جاي تصحيهم وتقول لهم الحقوا ده النادي الاهلي بينهب.
يعني بصوا، اصل هي مثال بسيط جدا. وقف القيد بتاع السنه اللي فاتت لما ما كانش فيه فلوس تدفع، والنادي الاهلي والنادي الزمالك كان خلاص قرب ان هو اصلا ما يقدرش يشارك في الكونفدراليه، وكان الميعاد عدى، وطلعت ناس ساعتها قالت ان احنا محتاجين ان الفلوس دي لما هتدفع بتواريخ قديمه، او هيطلع مش عارفه زي الشيكات بتواريخ قديمه. في الحاله دي بس اللي ينفع اصل نادي الزمالك هو اللي يشارك. الكلام ده اتقال في الاعلام كده صريحه. يعني سيادتك اتخلف لك السنه اللي فاتت القواعد عشان تشارك في الكونفدراليه، وبتكلمنا احنا في الفساد؟ ولا الفلوس جايه منين؟ طب انت الفلوس دي جبتها منين؟ ما انت ما عرفتش تسددها من الاول. حد سالك ساعتها جبته منين؟ حد سالك اللعبه دي اتعملت لك ليه؟ شاركت في الكونفدراليه ليه وانت المفروض ما تشاركش؟ في مثل كده بيقول لك اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. ماشي؟ فبلاش والنبي التلاقيح اللي ملاش لازمه اللي الاعلام بتاعكم بيطلع يقولها دي على الفاضي والمليان عن النادي الاهلي. نيجي بقى القصه، انا اصلا ما اتكلمتش فيها قبل كده وما كنتش مهتم اتكلم فيها، بس المعلق الرياضي في قناه بي ان سبورتس علي محمد علي. علي محمد علي انا ما بحبوش من زمان ان انا اتفرج على اي ماتش هو بيعلق عليه، حتى لما بتفرج على ماتشات برشلونه وريال مدريد انا كنت بكره ان انا اسمعه. يعني انا فاكر حتى كان في ناس، كنت بقعد على قهوه كده، كان في ناس بتطلب من الراجل شغل اجنبي، اكتم الصوت، نتفرج على صوره بس ما نسمعوش. فبعيدا بقى خالص عن معلومات ان هو زملكاوي ولا مش زملكاوي، انا بقول لك انا ما كنتش عارف اصلا اي معلومات عن القصص دي. انا ما كنتش بحبه لله في لله من اسلوبه في تعليقه. شخص انا ما بحبش اتفرج على ماتش هو بيعلق عليه. وما كنتش حابب اعلق على قصص ان هو في ماتش الزمالك وستيلنبوش ده وقعد يعظم من فريق ستيلنبوش ويكبر في حجمه في افريقيا عشان يبرر يعني ان الزمالك لبس جون منه، ويجي بعد كده في ماتش السان داونز بيتكلم بمنتهى يعني الرعونه اللي في الدنيا، اللي هو ولا اكن يعني سان داونز ده فريق درجه ثالثه والنادي الاهلي مثلا مش عارف يكسبه ولا حاجه، وتعليقات ملهاش لازمه على طول المباراه. فدي طبيعته من زمان. الملفت بقى في الامر النهارده في ماتش الريال وختافي اللي اتفرج عليه او اللي كان بيتفرج عليه، علق كده تعليق وقال لك اصل الريال داخل كاس العالم للانديه، وذكر الفرق اللي الريال هيلعبها في مجموعته في كاس العالم للانديه. طيب حضرتك مصري تمام، ذكرت كاس العالم للانديه وعمال تذكر كبار اهو، ماشي، كبار العالم في كره القدم ان هم رايحين، ومش هين عليك تذكر ان النادي الاهلي الفريق المصري اللي من بلدك رايح كاس العالم للانديه؟ ده شيء ما انت ما تفتخرش بيه. انت ما بتفتخرش غير الزمالك في الكونفدراليه، ده اللي انت بتعرف تفتخر بيه. النادي الاهلي ده ما بيمثلش مصر على رايكم صحيح، ما الزمالك بس هو اللي بيمثل مصر في الكونفدراليه، لكن اللي بيروح كاس العالم للانديه كل سنه واللي بيوصل 6 فاينل ان شاء الله بكره هيوصل 6 فاينل متتالي، النادي الاهلي ده ما بيشرفش مصر، اصل هو بيلعب باسمه. بس لازم ابقى الزمالك عشان ابقى باسمي بشرف مصر. يا اخي ده عصام الشوالي المعلق المحترم، الاهلاويه ما بتحبوش في حاله واحده بس، لو عصام الشوالي بيعلق على ماتش الاهلي فيه بيلعب في ادوار مثلا اقصائيه ضد فريق تونسي، ومع ذلك بيستغل اي ربع فرصه، سواء بقى بيعلق على ماتشات الاهلي بيلعب فيها، على ماتشات في افريقيا الاهلي مش فيها، على ماتشات في ريال مدريد وبرشلونه. كل ما بتيجي حاجه فرصه ان هو يذكر الاهلي او بتيجي الموضوع بيتمحور حوالين حاجه الاهلي مشارك فيها بيذكره ويفضل يعظم ويقول اشعار فيه. وده راجل تونسي حتى، يعني هو ما بيمثلوش بحاجه، لكن افضل انت كده باحقادك انت وهيثم فاروق ده بتاع الاستوديو التحليلي بتاع بي ان سبورتس برضو، اللي رفض يدي امام عاشور نجم المباراه واداها مناصفه مع مصطفى فتحي، ولما ساله قال له لا معلش لازم تختار واحد، قال لك لا يبقى مصطفى فتحي. يا اخي ده ما فيش حد في مصر ما اتكلمش على ان امام عاشور عمل ماتش عالمي. احنا نفسنا اللي انتقدنا امام عاشور في ماتشات قبل كده ما قدرناش نقول ان هو عمل حاجه في الماتش ده، حاجه غلط يعني. وانت مش قادر، كرهك عميك انك مش قادر حتى تعترف ان اللعيب عمل ماتش كويس. بصوا يا جماعه، ما تبداوش انتوا بالحاجات دي وترجعوا تقولوا اصل التعصب، شوفوا مودينا فين ومش مودينا فين. انا ما غلطتش في حد وما بغلطش في حد، ولو ذكرت اساميهم كلهم ناس محترمه انا اختلف معاك في وجهات نظر، في اسلوبك، في كرهك لحاجه انا بحبها. ومش مجرد كرهك لانك تكرهها من عدمه، ده ما يفرقليش، ده ما يعظمش في النادي الاهلي انك تحبه اصلا، بس في اهانتك ليه ده يعصبني. في ان اي فرصه انت بتستغلها انك تهينه او تقلل من شانه ده يعصبني انا. وزي ما قلت قبل كده،
احنا نتكلم، ولاد النادي الاهلي نتكلم، جماهير النادي الاهلي تتكلم وتعيب وتقول عندنا مشاكل 1 2 3. انت ما تتكلمش، شوف مشاكلك وبعدين تعالى اتكلم. روح فك قيدك وتعالى اتكلم، اللي كل خميس وجمعه بيتقفل مره. ارحموا جماهير الزمالك قبل ما ترحموا جماهير الاهلي. بصوا على فريقكم شويه، راعوا الجماهير بتاعتكم دي ماشي، اللي دمها محروق صبح وليل بسببكم، بدل ما انتوا بس فاضيين انكم تطلعوا النادي الاهلي بس هو اللي غلطان وهو اللي عنده مشاكل وهو اللي نحطه في اي صوره نكبر اي حاجه بتحصل فيه. تاني ندعي كلنا ان شاء الله نعدي من مباراه سان داونز، وزي ما قلت لكم استنوا الحلقه بتاعه يوم المباراه، هيبقى فيها تفاصيل كتير ان شاء الله، وان شاء الله تتم بفوز النادي الاهلي. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.